الدايت زي ما انتم شايفين على الشاشه ده الاسبوع الثاني. عندنا الدايت متقسم ل3 ايام مش ورا بعض و4 ايام مش ورا بعض. تمام، يعني 3 ايام هعمل يعني نفس الاكل يوم بس يوم لا يوم لا، يوم من ده عشان ويوم ده الموضوع ويوم من اسهل. ده بالظبط كده. الفطار هيبقى 3 معالق شوفان مع نص كوبايه لبن او زبادي مع موزه مع 6 لوزات نيين مش محمصين. لا مش محمصين. هاخد السناك بتاعي ربع رغيف مع بيضه اومليت بالخضار ونقطه زيت زيتون كده مع كوبايه نسكافيه وقهوه بنص كوبايه لبن نص دسم مش خالي الدسم. طب ليه مش خالي الدسم؟ خالي الدسم ما بيمتصش فيه كالسيوم خالص، الكالسيوم لازم يخش معاه دهون عشان يمتص. فخالي الدسم ده سعرات فاضيه، يعني انا باخد سعرات من غير اي فايده ملوش لازمه. الغدا شيش طاووق صدر مخلي مع خضار، ممكن يتاخد معاه نص بطاطسيه في الفرن وممكن ناخد 6 معالق رز. ايه رايك بقى معانا دلوقتي في شيش طاووق؟ بقيه الاختيارات للغدا سمكه في الفرن مع 6 معالق رز وسلطه او نص رغيف مع كوبايه شوربه عدس، اكله حلوه جدا وداخله علينا الشتاء تحفه. السناك هناخد جوافه باللبن من غير سكر خالص او بسكر دايت. حلو. وانواع سكر دايت اسالوني عليها على الصفحه هقول لكم الانواع. العشاء اخره 8 اتفقنا او 9، ربع رغيف مع شريحه تشيدر لايت مع 2 خياره بدون قش. وممكن تسالوني على الصفحه على الماركت التشيدر وهقول لكم عليها، مش هينفع اقول على الهوا طبعا اكيد. ال4 ايام التانيين او الاختيار التاني الفطار 4 معالق كبار جبنه قريش مع سلطه من غير طماطم، ما ينفعش اكل طماطم على الريق. السناك رمان مع كوبايه لبن نص دسم او مع زبادي، ممكن احط رمان على الزبادي وحلو للناس اللي بتشتغل. رمان على الزبادي ياخدوا معايا الشغل في كسناك رائع بيشبع جدا. تمام يا دكتور. الغدا علبه ونص تونه مع سلطه خضراء احنا دلوقتي وننجز فيها وسمكتين مع سلطه، ده اختيار وده اختيار. والسناك برده جوافه وموزايه. والعشاء 3 معالق ذره اصفر في شوربه نقطه زيت من غير ملح وكوبايه لبن رايب نص دسم. وكده خلصنا. وعايزين نشوف هتخسوا قد ايه وتبعتوا لنا طبعا على الصفحه. ابعتوا لي عشان اشوفكم على عشان الشيف كلامك او على صفحه البرنامج او على صفحه الشيف دعاء. بالظبط.